تتويج باريس سان جيرمان على حساب الانتر في النهائي بخماسية نظيفة بنتيجة كبيرة جدا، وخسارة كارثية للانتر في النهائي بعد الموسم اللي قدمه واقصى الفرق الجامدة جدا في العالم. فنتيجة تقيلة جدا على الانتر. باريس سان جيرمان اخيرا بيفوز ويتوج بدوري ابطال اوروبا بعد محاولات كتيره جدا وسنين كتيره جدا بيحاول وبيعمل كل حاجه عشان يفوز بدوري ابطال. اخيرا فاز بدوري ابطال اوروبا 2025 على حساب الانتر بنتيجه من اكبر النتائج في تاريخ نهائي دوري ابطال اوروبا، 5-0. بس يعني ايه، كانت تقريبا اقرب اكبر نتيجه كانت 4-1، كان نهائي تقريبا لريال مدريد ويوفنتوس 2017 تقريبا، فدي كانت اكبر نتيجه قريبه. في نتائج قبل كده اكبر بس كانت قديمة بقى، التسعينات والثمانينات، بس دي يعني ايه نتيجة 5-0. الانتر مش موجود في الملعب، مش موجود، ما جاش النهائي اصلا. يعني انت الماتش النهائي ده يعني ما كانش افضل نهائي، يعني النهائي كان ماتش مش حلو اصلا، هو كان من طرف واحد بس، طرف باريس سان جيرمان، ويرجع الفضل في النهائي ده. انا اعتقد ان انريكي محضر ماتش كويس جدا، لعب على اخطاء الانتر اللي هو ايه، وفاجئ الانتر برضه اللي هو ابتدى انا مش ههاجمك اصلا، هلعب على الهجمه المرتده، انا هستناك في نص ملعبي وهاجم، اطلع هجمات مرتده كونتر اتاك، وهستغل الفرص اللي هتجيلي هستغلها وهسجل منها. تقريبا اغلب الفرص اللي جت لباريس سان جيرمان سجلوها كلها اصلا، يعني ايه حتى الفرص اللي ما كانتش شبه فرص بقت فرص. باريس سان جيرمان في اول ربع ساعه مسجل هدفين، كرة اشرف حكيمي ولا اروع، ثلاثيه 1-2-3، والهدف الثاني من تسديد الدوي وخبطت ودخلت فاجت الحارس سومر، وكانت اصلا شبه اللي هو اتثبت في الجون وكانت صعبه عليه. وبعد كده دخلنا الشوط الاولاني خلص 0-0، دخلنا في الشوط الثاني وبرده نفس الهجمات مرتده باريس استغلوها ب3 اهداف، والنتيجه وصلت ل5، والانتر في وسط ذهول انزاجي ولعيبه الانتر، والنهائي خلص بتتويج باريس سان جيرمان، نتيجة كبيرة لباريس، والف مبروك باريس سان جيرمان، اول لقب ليهم في التاريخ. طبعا كده يعني ايه بقى، فرنسا مارسيليا واخده لقب دوري ابطال اوروبا، وباريس هي اخدت لقب دوري ابطال اوروبا، بقاش فيه حد احسن من حد. الف مبروك لباريس وهارد لك للانتر. وجهة نظري اللي هو اللعيبه ما كانتش داخله الماتش مركزه، المدرب انزاجي مش مركز في النهائي، يعني بان جدا اللي هو اصلا يعني ايه كانت في قبلها عروض اللي هو ما جددش عقده مع الانتر، وبرضه كانت في عروض جايه له من السعوديه هيدرب الهلال في كاس العالم للانديه، فانا حاسس اللي هو ما كانش مركز برضه في النهائي. وكده الانتر بيطلع بالموسم بعد كل اللي عمله ده بلا بطوله، وخسر الدوري طبعا في اخر ماتش. كان دوري نابولي توج بالدوري الايطالي، والدوري الايطالي انتهى بتتويج نابولي في الجولة الأخيرة، فنابولي بيتوج بالدوري الإيطالي، والإنتر خرج زي ما قلنا بلا بطولة خالص. موسم يعني بعد كل اللي عمله كان هيبقى موسم جامد جدا، دلوقتي موسم سيء جدا للإنتر، ويبقى كل حاجة كده ايه، يبقى أعتقد إنزاجي مش هيكمل مع الإنتر، هيبقى ده آخر موسم ليه. طبعا ده كان نهائي دوري ابطال اوروبا، والموسم زي ما قلنا الموسم انتهى، كل الدوريات انتهت بقى. الدوري الاسباني انتهى كانت اخر جوله لبرشلونه بتلعب اتلتيكو بالباو، برشلونه فازت بثلاثيه نظيفه، هدفين ليفاندوفسكي وهدف لداني اولمو، وليفاندوفسكي ضيع اهداف كتيره جدا، كان ممكن يلحق امبابي في هداف الدوري الاسباني، كان ممكن يعديه كمان، ضيع كميه اهداف غريبه، يعني هو مسجل هدفين بس ضيع اكتر، كان ممكن يتعادل مع مبابي ويعديه ويبقى هداف الدوري الاسباني. برشلونه مددت عقد لامين يامال حتى 2031، زي ما كنا بنقول الفتره اللي فاتت اللي هم هيجددوا عقد، هيمدوا عقد لامين يامال، جددوا عقد لامين يامال حتى 2031. دي حاجه كويسه جدا اللي هو مستقبل الفريق في السنين اللي جايه. راشفورد ممكن برشلونه تتعاقد معاه اعاره سنه مع نادي، فبرشلونه ممكن تاخد اعاره راشفورد. طبعا برشلونه بتبحث عن حارس مرمى، فحارس مرمى اسبانيول اللي هو خوان جارسيا عرض برشلونه ممكن تتعاقد معاه
وحارس استون فيلا بعد بقى، كل الانظار حول حارس اسبانيول في الفتره دي. وريال مدريد بيتعاقد مع لاعب بورموس اللي هو لاعب بويسين، ريال مدريد يتعاقد معاه. وطبعا سانيه لاعب بايرن ميونخ، ده محل انظار انديه انجلترا، الارسنال وتشيلسي وتوتنهام عايزين يتعاقدوا مع سانيه، لان سانيه يعني لسه ما جددش عقده مع بايرن ميونخ. تشيلسي توج بلقب دوري المؤتمر الاوروبي. كده الانديه الانجليزيه محققه القاب كتيره جدا الموسم ده، عملها موسم استثنائي. عندك توتنهام حقق الدوري الاوروبي، وتشيلسي بيحقق لقب دوري المؤتمر الاوروبي، والانديه كانت بتنافس حتى نصف النهائي زي ارسنال كان بينافس على دوري ابطال اوروبا. فالانديه محققه موسم كويس الانديه الانجليزيه، ومن رغم اصلا الارسنال ومانشستر سيتي اللي هو صاحب المركز الثاني الثالث اللي هم خرجوا من الموسم بلا بطوله، عندك تشيلسي وتوتنهام اللي هم بعاد جدا في الترتيب الدوري الانجليزي، حققوا لقبين مهمين جدا، لقب دوري المؤتمر الاوروبي ولقب الدوري الاوروبي. يعني ايه حاجه غريبه جدا، انت موسم يعني ايه موسم الافضل، يعني لو تقارن موسم ليفربول وموسم مانشستر سيتي مثلا وموسم الارسنال بموسم تشيلسي وتوتنهام، هتقول موسم تشيلسي وتوتنهام افضل. ليفربول برضه موسم كويس ياخد الدوري الانجليزي، بس بعكس اداء بتاع الموسم بتاع مانشستر سيتي. ارسنال موسم سيء جدا بلا بطوله، خرجت بلا بطوله، كل اللي انت عملته ده في الاخر ولا حاجه، مركز ثاني على ايه برضو انت ما عملتش حاجه. ففي النهايه باريس سان جيرمان الموسم انتهى بفوز باريس بخماسيه على الانتر. فهل الانتر بعد كل اللي عمله ده يوصل بالنتيجه ديت في النهائي؟ فده شيء غريب جدا وسوء اداء واستسلام في النهايه، تحس ان هم في حاجه غلط في النهائي. بس باريس برضو عامله موسم جامد جدا، ويرجع الفضل لإنريكي اللي هو يعني ايه لعب بذكاء ولعب على قد امكانياته، اللي هو يعني ايه مش بيجازف، هو استغل الفرص احسن استغلال 100%. فالف مبروك باريس. وده كانت كل حاجه في الكوره في الموسم ده. منتظرين بقى داخلين على كاس العالم للانديه هنغطيه بالكامل ان شاء الله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.